بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نوحد الله، لا إله إلا الله، نصلي على الحبيب، قلبنا يطيب يا حبايب قلبي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طلعت النهاردة عند الطيور زي عوايدنا كل يوم يا حبايب قلبي، نعش الطيور. وقلت بقى ايه، اتكلم مع حبايبي ونصوره واحنا عند الطيور وبنعش طيورنا ايه يا جماعة زي كل يوم. انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني والله. اللي بيتفرج عليا لأول مرة يا حبايب قلبي ما ينساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ام حنين يا حبايبي. وكملوا الفيديو للاخر، النهاردة الفيديو بتاعنا فيه كذا حاجة روعة كده في الاخر، حاجة جمال الجمال يعني. يا رب تكونوا بخير، يا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم، يا رب تكونوا بتستفادوا منها، يا رب بكون انا بوصل لكم معلومة كويسة يا حبايب قلبي. وحشتوني 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 عيلتي الجميلة على اليوتيوب، وحشتوني كلكم. يا رب يزيدكم نعمة في حياتي يا حبايب قلبي. النهارده بقى بنعشوا الطيور بتاعتنا، وطلعنا للحمام ونشوف الفراخ البيضة بتاعتنا ونشوفوا الحياة بتاعتنا اللي احنا ما بنخلصوش من شغل كل يوم يا حبايبي. وحدوا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. وعايزه لايكات كتير للفيديو يا جماعه، بقى الفيديوهات واقعه في الارض خالص. عايزه تشجيعه كبيره ليا كده من حبايبي ومن اخواتي ومن متابعين الحلوين. اللي يسمع الفيديو يا جماعه مش هتخسروا حاجه لما تعملوا لايك جميل يرفع لي الفيديو، علشان انا استفاد بالفيديوهات اللي انا بنزلها، لان المشاهدات واقعه خالص. اما اشوف بقى كذا حد معجب بام حنين وبيشجع ام حنين، اشوف نسبة اللايكات، نسبة المشتركين عندي قد ايه. حبايب قلبي ربنا يسعدكم زي ما بتسعدونا كلنا، وربنا يزيدكم دايما في حياتي، وربنا كده يرزقنا ويرزقكم، اللهم امين. ويا رب تكونوا خير علينا يا رب يا رب العالمين. النهارده بقى دخلنا عند الحمام بتاعنا، وهقول لكم انا باكل حمامي ايه وبعمل له ايه يا حبايب قلبي. انا زي ما انتم عارفين وقلت لكم كذا مره في الفيديوهات بتاعتي، انا بحط اكل الصبح وبحط اكل بالليل. بس انا في اوقات كتير ما ببقاش فاضيه الصبح، انا عيالي اللي بيطلعوا ياكلوا الطيور الصبح. ماشي يا حبايبي؟ لحد هنا تمام، لحد هنا تمام يا ام حنين. لايك جميل يا حبايبي، لايك جميل وكلمه حلوه كده من متابعين لام حنين. دي حمامه يا جماعه، هي ربنا كده يبارك فيها يعني راقده. تمام والله يا جماعه، الخلطات اللي انا بعملها للحمام اليومين دولت الحمد لله الحمد لله جابت نتيجه. انا كنت باكل حمام كل يوم ما كنتش بستفاد منه اي حاجه، ما كان قعدت حوالي داخله في سنه ما بستفادش من حمام، باكله وخلاص. انما بدات اعمل خلطات، اعمل حاجات كده زي اللي انا بنزلها لكم، والحمد لله جابت نتيجه رهيبه. انا بحط لهم غله، بحط لهم عيش على غله، بحط لهم خلطه حمام، بكسر لهم عيش وبحط لهم اي حاجه بحطها لهم يا جماعه بياكلوها. انا بحطها لهم عشان اوفر شويه، ما يبقاش ضغط مصاريف اكل وحاجات من دي. يعني انتوا عارفين العيشه غاليه قد ايه، فانا على قد ما بقدر بوفر اكل طيور، بوفر اكل الحمام، بندبره بيتنا باي طريقه. يعني برضو هي مش قصه طيور وحمام يا جماعه، على قد ما بنقدره بندبره، يوم حلو ويوم وحش ويوم بيعدي يوم بيمشي، اهو يوم بيعدي وخلاص. ربنا يكفينا يا رب شر الايام اللي احنا فيها ديت من اللي احنا فيه وغلو الحاجه. بس احنا على قد يعني، انا حبيت برضو اقول لكم يا جماعه برضو انا معاكم ان كل حاجه بتاخد حقها، بس كل حاجه تمشي على القد اليومين دول، لان الحاجه غاليه مولعه. فانا طيور يا جماعه الصبح بحط لهم زي ما قلت لكم، ابسس لهم عيش على سرسه، شويه دشيشه، شويه بواقي اكل عندي من العشاء ولا حاجه، او بواقي اكل طول النهار بحطها لهم. زي ما قلت لكم برضو الحمام بتاعي بجيب له مره مثلا خلطه حمام، مره غله لان الغله ارخص شويه، مره موجود عيش ناشف بكسر له بحط له، مره موجود عليقه متوفره بحط. يعني انا بشكل له بصراحه يا جماعه، يعني انا ما باكلش حاجه معينه. انا زي ما قلت لكم بشكل بقى على قد ما بقدر، بوفر على قد يومي بمشي. النهارده بقى كنا ايه، معلش انا مش عارفه الصوره ليه جايه كده، لان كنت ماشيه ماسكه اكياس في ايديا بسوق، فكنت ماشيه من الغيطان من عندنا، فقلت اصور لكم ايه منظر بقى الدريوه، منظر الذره وعباد الشمس. بس الصوره طالعه يا جماعه بقى، معلش سامحوني. بس انا حبيت انزلها لكم برضو عشان في ناس كتير بتحب صوره الطبيعه.
ناس كتير بيحبوا الطبيعة دي يا جماعة. تعالوا بقى اقول لكم على ايه الجديد في الفيديوهات بتاعتي، والجديد اللي انا هنزله على القناة بتاعتي، الزراعة في بيتي. الزراعة في بيتي يا جماعة، وهعلمكم ازاي تزرعوا في بيتكم، في البلكونة، على السطح، اي حاجة صغيرة هعلمكم اي حاجة تستفادوا منها ازاي. هتزرعوا الفاكهة، هتزرعوا الخضروات، هتزرعوا كل حاجة في قلب بيتكم يا جماعة. بصوا يعني انا دلوقتي بزرع ايه، بزرع مانجا. نقاية مانجا، بتاخدي النقة من جوه اللي في البذرة بتاعت المانجا، بذرة المانجا بتنقعيها يوم في المية، وبتاخدي النقة اللي جوه يا جماعة، النقاية اللي جوه المانجاية، وهتزرعيها زي ما انت شايفة دلوقتي، زي ما هتشوفي دلوقتي في الفيديو. هتعمليها بنمسكوا الطينة كده، بنرش عليها شوية مية عشان تكون طرية، واعمل فحرة كده، وفي اي حاجة زي ما انتوا شايفين. دي علبة بلاستيك اهي، بصوا يا حبايبي اهي. شوفوا البتاع الجنب اللي عامل زي المركبه ده اللي هيبقى في الطينه، والجنب اللي هو فيه بوزه ده اللي هيبقى فوق. دي مانجا عويسي يا جماعه، نوع المانجا ده مانجا عويسي زي. وبصوا يعني ما تغطوهاش، هتحطها تحفروا فحره كده في الطينه، وهتحطوا فيها النقه بتاع المانجا، وزي ما انتوا شايفين الحرف بتاعها يكون باين كده من على الطينه، علشان النبته تطلع، تبقى فيه تهويه في الطينه، تطلع معاكم بكل سهوله. انا حبيت يا جماعه اجرب الموضوع ده بصراحه، وكل حاجه هزرعها هنزل معاكم، سواء نفعت معايا ما نفعتش معايا هنجربه مع بعض. انا كده زرعت نقايه، وفي نقايه تانية ديت سكري، دي مانجا سكري يا جماعه. انا كده زرعه مانجا عندي برضو سكري، وطلعت، وهوريها لكم ان شاء الله في فيديو. طلعت عندي شجره كده شكلها جميل، انا هوريها لكم فيديو برضو وتشوفوه. انا حبيت ان انا اعمل حاجه زي دي. يا ريت بقى لو الحاجه ديت كويسه وانتوا شايفين ان انا هعمل حاجه زي دي وانزلها لكم على القناه كويسه، ابعتوا لي وشجعوني وقولوا لي الله ينور عليك يا ام حنين. ماشي يا حبايبي. فانا حبيت ان انا اعمل الموضوع ده برضو وانزله على القناه. كراتين البيض ديت هعمل فيها شتلات الطماطم يا حبايبي. ماشي. بس والله انا كان نفسي ان انا اصور لكم وانا بعمل شتلات الطماطم دي. انا كنت على السطح بالليل انا والبنات، قلت لهم تعالوا نشوف الطيور، وتعالوا اما ازرع الزرعه ديت، لان ما بيبقاش في وقت خالص. بس بصراحه حصل مصيبه في الشارع، ما عرفتش اكمل تصوير. يعني اللي انا قدرت اصوره صورته، ما قدرتش اكمل تصوير. ده يا جماعه بقى معلش، ده فلفل يا جماعه. ده هعمل برضو شتلة من الفلفل، من بذور الفلفل. ماشي. من بذور الفلفل هزرع الفلفل نفس نظام المانجا بالظبط. انا كنت هعمل كده، بس انا قلت افرفطه احسن. هتاخدي الفلفلايه اللي انت البذر بتاع الفلفل اللي انت بترميه في الزباله او بتحطيه للطيور، هتاخديه وتنشفيه في طبق لمده يوم او لمده يومين. تمام. بصوا انا كنت هزرع فيها الفلفل فلقيتها صغيره، فقلت هحط هنا نقع المانجايه، وهجيب حاجه تانية ازرع فيها الفلفل. زي ما قلت لكم ديت المانجا السكري يا حبايب قلبي. الاولانيه كانت عويسي، دي مانجا سكري. بس المانجا انا كنت زارعه واحده قبل كده وطلعت معايا الحمد لله، بقالها دلوقتي داخله في شهر. انا هصورها لكم في فيديو وهنزلها لكم واقول لكم شكلها عامله ازاي. فانا قلت ادام عندي عويسي هزرع عويسي، وزرعت واحده كمان سكري ان شاء الله ان شاء الله. بس اللي طالباه منكم يا حبايبي شجعوني، قولوا لي ايه رايكم، اعمل لكم فيديوهات من دي وانزلها لكم ولا لا. انا حابه تشاركوني رايكم يا حبايب قلبي وتشجعوني. لو شجعتوني وقلت لي صح واعملي يا ام حنين ونزلنا عشان احنا هنعمله زيك، هعمل لكم كل حاجه باذن الله ان شاء الله يعني. دي بقى الشاليه التانية اهيت يا حبايبي اللي هزرع فيها الفلفل بقى، وهقول لكم اعمل الفلفل ازاي. بس انا دلوقتي لسه هعمل منه شتلات، هوريكم هعملها ازاي يا حبايبي. من بذر الفلفل اللي بيترمى في الزباله اللي بيتحط للطيور، هنعمله شتلات فلفل، وهتطلع معانا شجر جميل للفلفل وهنستفادوا بيه. يعني بدل ما نرمه في الزباله هنعمله عندنا مزرعه للخضار وللفاكهه باذن الله بعون الله. بس عايزه منكم تشجيعه كبيره كده، شجعوني وقولوا الله ينور يا ام حنين، لايكات كتير لام حنين هتلاقوني بعمل لكم جديد. انا بحب اللي يشجعني يا جماعه. بس بصراحه كل ما بخش على الفيديوهات الاقي حاجات يعني مشاهدات بسيطه، اقول مش المحتوى مش عاجبهم. فاذا المحتوى عاجبكم يا حبايب قلبي شجعوني عشان اعمل لكم. انا فرفضت اهوت يا جماعه الفلفل بتاعي، فرفضته في التربه بتاعتي اللي هي الطينه. تمام. وغطيته، يعني انا فحرت فحره كده، فضيت الفلفل زي ما انتم ما شفتوا، ورحت مغطيه
بطبقة الطينة اللي كانت في الجنب، وبتكون طبقة خفيفة، وهرشها بشوية مية. تمام يا حبايبي. دي بقى الطريق. كنت انا بقى ايه، كنت ماشيه بقى ايه مروحه المغربيه كده، والجو جميل كده، والدنيا ربيع والجو بديع يعني. ده بقى رز يا جماعه، عندنا زارعين دلوقتي في الغيطان الرز. ده رز، ده زارعينه في الغيطان. انا بصراحه قلت اصور لكم بقى وانا ماشيه، لقيت الجو حلو والدنيا هاديه والغيطان جميله. انا بحب امشي منها بصراحه، انا بحب امشي من الغيطان، بحس ان ماشيه في هدوء وراحه نفسيه في وسط خضره. ودي باميه يا جماعه بس نشفت خلاص بقى. انا عارفه ان حبايبنا كلهم بيحبوا الخضروات وبيحبوا يشوفوا المناظر الجميله دي، الطبيعه بتاعت الفلاحين يا جماعه. فحبيت ان انا اصورها لكم. يعني انا يمكن اول مره اصور لكم طريق، او اصور لكم اراضي، او اصور لكم حاجات من دي. فانا قلت ان انا اشكل لكم، اغير لكم، اصور لكم المناظر الحلوه اللي انا بحبها بصراحه. ماشي يا حبايبي. بقى انا قلت ما اصور الطريق كده واحنا ماشيين، والمناظر والناس اللي بتشتغل في الغيط. احنا كنا قرب المغرب كده، وكنت مروحه البيت، فقلت اصور لكم المنظر الجميل ده وابعته لكم. انا بصراحه برتاح نفسيا لما بمشي في هدوء، وبمشي ما بين زراعه، ما بين هدوء والجو جميل كده. فقلت ايه، احفز بقى حبايبي متابعيني الجماع، احفزهم وافتح نفسهم كده زي ما اتفتح نفسي انا بقى ايه انا كمان يا حبايب قلبي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام يا حبايبي. وادي بقى الطريق بقى هاخده لاخر المشوار. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما اشتركش يشترك في القناه. تحيه كبيره لام حنين يا حبايب قلبي. ونوحدوا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. واللي عجبه الفيديو يبعت لي ويقول لي، عايزه لايكات كتير. واللي عجبه الزراعه يا جماعه ومشجعني للموضوع ده يبعت لي ويقول لي كملي يا ام حنين، هكمل معاكم وانزل لكم كل حاجه. انا كده كده ان شاء الله ناويه اعمل الموضوع ده على السطح عندي، ان شاء الله هوريه لكم.